تسمية أسود الأطلس محمد التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل، لو نعود للتاريخ للأصل، هي تسمية جزائرية، هي تسمية للجزائريين. لماذا؟ لأنه الأسد، جبال الأطلس التي ينسب إليها هذا الأسد، الجزائر تملك تقريبا نسبة 70 أو أكثر بالمئة من نسبة هذه الجبال. نعم. لذلك الجزائر أولى بهذه التسمية. لماذا نختار الفلك على حساب الأسد؟ صحيح أن الأسد أصبح غير موجود حاليا في الجزائر. اش كاين ما كاين؟ قال لك اسيدي الجزائريين هما اسود الاطلس، صدق او لا تصدق. هذا الجزائري هذا اللي كيقول لك بان راه الجزائر هي اللي خاصها تسمى اسود الاطلس، علاش اودي؟ ياك شي باس ما كاين، ياك ما كاين شي حاجه حنا ما عارفيناش، ولا ياك ما كاين شي مشكل عندكم، ولا لا كان شي مشكل يعني شي حاجه اللي غالطين فيها ولا راه مرحبا نعطوكم هاد اللقب وديروا شي حاجه نتوما، وصلوا للنصف النهائي ديال كاس العالم وفرحونا كما فرحناكم حنا. كنظن باننا راه فرحناكم، هادشي راه باين فرحناكم وبزاف. هاد الناس والله ما كيمرقوش، ما عندهمش الوجه علاش يحشموا، ما عندهمش الوجه علاش يحشموا، والله ما عندهم الوجه علاش يحشموا. اي حاجه بانت لهم في البلان كينسبوها لهم. هادشي راه قالوا الرئيس الجزائري تبون ملي قال بانه راه قال واحد الكلمه اللي غادي تسمعوها في هذا الفيديو غادي تعرفوا اشنو عنيت واشنو كنقصد. ثاني بالقبله والناس زفان عبيد فارس غيرهم الكثير ساهموا في هذا الانجاز. حضري بان زوينه في المغرب كينسبوها لهم. علاش قالوا الجزائر هما اللي خاصهم يتسموا اسود الاطلس؟ لانهم شافوا اللقب ديال اسود الاطلس داع الصيد ديالو من بعد المونديال، او في المونديال او اثناء المونديال داع الصيد ديال اسود الاطلس، والمغرب تعرف باسود الاطلس. وغيجي واحد الكارثه اللي هو التميمه ديال الشان اللي غادي تنظم في الجزائر، وديك الفضيحه اللي داروا، يعني ما عجبهمش الحال. علاش حنا نتسموا ثعالب، وعلاش حنا نتسموا الفينك، وعلاش حنا كنستحقوا اسود الاطلس؟ علاش؟ لاننا اسود بالفعل، ربحنا في معارك، فتحنا الاندلس، وصلنا الاسلام حتى لفرنسا الى غير ذلك. نتوما ثعالب، والثعلب راه معروف بالغدر والخيانه والخبث والمكر. هذا الشيء راه نصيب، هذا الشيء راه قدر، كل واحد ونصيب ديالو. اللي شافوها نتاعهم واللي سمعوا بها عندهم فيها النص.